السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بخيط الكليم. شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. شنطة ترند. أنا اشتغلتها بمقاسات صغيرة بمقاس الموبايل والمحفظة. تقدروا تكبروا المقاسات أو تصغروها زي ما انتم عايزين، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. ده شكل الشنطة، شكلها حلو جدا وطريقتها كمان سهلة جدا. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الشنطه، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناه. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط كليم مصري متوسط السمك. ده سمك الخيط، المطه بتاعته متوسطه. هشتغله بإبرة رقم 8 ملم. تقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بعمل عقدة البداية وهشتغل 26 سلسلة، وهنشوف مقاسهم كام سنتي. ال26 سلسلة مقاسهم 32 سنتي بالظبط. لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع للغرز اللي انا هشتغلها، وهقسم ال26 سلسلة لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى في بداية السطر هشتغل 4 غرز منزلقة، والمجموعة التانية في المنتصف هشتغل 18 غرزة حشو، والمجموعة التالتة في نهاية السطر هشتغل 4 غرز منزلقة. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول سلسلة بعد الارتفاع في حلقة ظهر السلسلة. بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة، وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. دي طريقة غرزة المنزلقة. كده أنا اشتغلت أول منزلقة من الأربعة. الغرزة التانية بدخل في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده 2 3 4. السطر الأول بشتغله في حلقة ظهر السلسلة، بسيب حرف الفي اللي هو وش السلسلة وبقلب كده السلسلة بتاعة البداية واشتغل أول سطر في حلقة ظهر السلسلة في الحلقة اللي ورا. بعد الأربع غرز منزلقة اللي في بداية السطر هشتغل 18 غرزة حشو برضو في حلقة ظهر السلسلة. غرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ معايا لفة على الإبرة، بدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب الخيط. أصبح معايا لفتين على الإبرة، بسحب الخيط من اللفتين. دي طريقة غرزة الحشو. هكملهم 18 غرزة. بعد ما اشتغلت 18 غرزة حشو في المنتصف، وصلت عند آخر 4 سلاسل هشتغل فيهم 4 غرز منزلقة. في كل سلسلة غرزة منزلقة. 1 2 3 4. كده أنا اشتغلت السطر الأول في حلقة ظهر السلسلة. اشتغلت 26 غرزة. في بداية السطر 4 منزلقة، وفي نهاية السطر 4 منزلقة، وفي المنتصف 18 غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وهبدأ أشتغل السطر التاني
بداية من السطر التاني لحد ما اخلص شغل في الشنطة هشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة. بشتغل على كل غرزة غرزة زيها، يعني على المنزلقة منزلقة وعلى الحشو حشو، بس الشغل كله هيكون في الحلقة الخلفية للغرزة. وهشتغل على 26 غرزة من غير اي تناقص او تزايد. معايا لفة على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة هنا في المنزلقة في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية اللي هي ناحية ورا، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. المنزلقة التانية بشتغل عليها منزلقة. المنزلقة التالتة بشتغل منزلقة. المنزلقة الرابعة بشتغل منزلقة. كده انا اشتغلت 4 غرز منزلقة في بداية السطر التاني في الحلقة الخلفية للغرزة. بعد كده بروح على 18 غرزة حشو وبشتغل 18 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. معايا لفة على الإبرة، بدخل في منتصف حرف الفي بتاع الغرزة تحت الحلقة الخلفية، بسحب الخيط، أصبح معايا لفتين، بسحب الخيط من اللفتين. بكرر كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة. وصلت آخر السطر، فاضل عندي آخر 4 غرز، 1 2 3 4 هشتغل فيهم غرز منزلقة. بدخل هنا في أول منزلقة في الحلقة الخلفية وبشتغل منزلقة، التانية، التالتة، الرابعة. كده أنا اشتغلت السطر التاني في الحلقة الخلفية للغرزة، اشتغلت 26 غرزة. في بداية السطر 4 منزلقة في الحلقة الخلفية، وفي نهاية السطر 4 منزلقة في الحلقة الخلفية، وفي المنتصف 18 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هكرر بقى السطر التاني ده لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه في عرض الشنطة. برتفع سلسلة وبلف الشغل، وبشتغل في بداية السطر 4 منزلقة في الحلقة الخلفية، 1 2 3 4. طبعا عندي عقدة في الخيط، لو عندي لزق بفكها وبلزقه عشان ما تبقاش باينة. بعد كده هشتغل 18 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هوريكم ازاي ننضف الخيط ده. برضو لو ما عندناش لزق بفك العقدة دي كده، احنا عارفين الخيط الكليم المصري بيبقى فيه وصلات كتير. كده انا اشتغلت 2 منزلقة. بجيب طرف الخيط ده وبحطه كده تحت الغرزة اللي انا هشتغلها وبسحب. دخلت في الحلقة الخلفية، بسحب برضو من تحت الخيط اللي انا هوصله وبعمل منزلقة. تمام. وبعد كده بعديه تحت، بطلع بسحب الخيط من فوق وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت 4 منزلقة، فاضل معايا جزء من الخيط اللي خلص. باخد الخيط التاني اللي انا وصلته بكمل شغلي بيه، بحطه كده تحت الغرز وهشتغل عليه غرز الحشو. طبعا الافضل يكون عندي لزق عشان الزق الخيط وعشان ما يفكش مع الاستعمال. كده انا نضفت الخيط الزيادة. هكمل بقى غرز الحشو اللي هم 18 غرزة في الحلقة الخلفية، والجزء الزيادة ده بخفيه تحت الغرز. خلاص كده ما بقاش باين معايا. هكمل كده السطر الثالث. وصلت اخر السطر عند اخر 4 غرز منزلقة، بشتغل فيهم 4 منزلقة في الحلقة الخلفية. كده انا خلصت السطر الثالث.
كل ما بشتغل سطر بظبط الشغل بتاعي كده بايدي، بفرده، برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع. بكرر بنفس الطريقة، بشتغل في الحلقة الخلفية الشغل كله زي ما اتفقنا لحد ما اخلص شغل في الشنطة، على المنزلقة منزلقة وعلى الحشو حشو، وبرتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل لمقاس عرض الشنطة المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. بشتغل رايح جاي، هكمل وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت 22 سطر بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل لحد ما وصلت لمقاس 25 سنتي في عرض القطعة اللي انا اشتغلتها. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. مقاس العرض 25 سنتي بالظبط. لو حابين تكبروا المقاس عرض الشنطة يعني بتزودوا عدد السطور بنفس الطريقة. ومقاس الطول من المنتصف بيبقى صغير شوية 29 سنتي. مقاس الطول من هنا من الجوانب 32 سنتي، ومن هنا برضو 32 سنتي. بعد كده هقص الخيط وهنضف الخيط الزيادة، خيط البداية والخيط اللي انا هقصه، وهنبدأ نقفل الجوانب بتاعة الشنطة. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة، بثبته وبنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز من جوه. ده وش الشغل بتاعي. الجنب ده هيكون وش الشنطة من بره اللي فيه السطور الزوجية. بعد كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. ده وش الشغل بتاعي اللي هو وش الشنطة من بره، وده ظهر الشغل من جوه هيبقى داخل الشنطة. هنضف فيه الخيط الزيادة. بعد ما نضفت الخيط الزيادة هجيب الخيط والإبرة وهنبدأ نقفل جوانب الشنطة بغرزة الحشو. بطبق كده، ده هيكون شكل الشنطة من بره، وهبدأ أشبك بغرزة حشو من هنا، وهشتغل الجزء بتاع ايد الشنطة وهلف على الجنب التاني وهشتغل برضو غرز حشو. طبعا بعد الغرز بتاعتي هشبك من تحت حرف الفي. بشتغل غرز الحشو تحت حرف الفي بتاع الغرزة، كل غرزتين مع بعض، كل غرزتين مع بعض بشتغل فيهم غرزة حشو تحت حرف الفي هنا وتحت حرف الفي هنا. بعد الغرز بتاعتي كل غرزتين قصاد بعض وهبدأ من تحت. هبدأ من هنا من آخر غرزتين، بسحب طرف الخيط من تحت حرف الفي وبرتفع سلسلة وبشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو. بدخل طرف الخيط ده جوه وهنضفه بعد كده بإبرة التنظيف. بعد كده بروح على الغرزة التانية تحت حرف الفي مع الغرزة التانية في الجنب التاني الغرزة المقابلة ليها، وبشتغل حشو، وهكرر بقى لحد ما اوصل فوق عند آخر غرزتين مع بعض.
هيبقى الشكل كده. بعد كده هبدأ اشتغل ايد الشنطة بالمقاس اللي انا عايزاه. نخلي بالنا هنشتغل ايد الشنطة ازاي. انا معايا لفة على الابرة في اخر غرزة حشو انا اشتغلتها. بدخل هنا في الحلقتين دول كده اللي هم تحت الخيط شبه حرف الفي، وبشتغل زي ما هنشوف مع بعض. بدخل كده تحت الحلقتين اللي هنا وبسحب الخيط. بعد كده بسحب من الحلقة الاولى وبسحب من الحلقة التانية كده. انا معايا لفة على الابرة وعندي هنا لفتين على الخيط. بدخل هنا كده في الغرزة من تحت، عندي هنا فتلتين او طرفين من الخيط شبه حرف الفي، بدخل فيهم بسحب الخيط. اصبح معايا حلقتين على الابرة. بسحب الخيط من اول حلقة، يتكون عندي حلقتين، بسحب الخيط من الحلقتين وبكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول المناسب لايد الشنطة. نخلي بالنا تاني معايا لفة على الابرة وهنا عندي طرفين او حلقتين اللي انا سحبت منهم الخيط، وعندي تحت كده تحت الخيط نفسه حلقتين شبه حرف الفي، حلقتين شبه حرف الفي اهو. معايا لفة على الابرة بسيب الحلقتين دول كده وبدخل هنا في الحلقتين اللي تحت، بسحب الخيط يتكون معايا حلقتين، بسحب من اول حلقة يتكون معايا حلقتين، بسحب من الحلقتين تاني. معايا لفة على الابرة وعندي هنا حلقتين على الخيط اللي انا سحبت منهم الخيط. هنا عندي حرف في في الغرزة من تحت، بسيبه وبروح للغرزة اللي قبلها. بدخل كده في الحلقتين دول وبسحب الخيط منهم، يتكون معايا حلقتين على الابرة، بسحب من اول حلقة يتكون معايا حلقتين، بسحب من الحلقتين. دي اسمها غرزة الحشو بطريقة الفاونديشن. معايا لفة على الابرة بفوت الحلقتين دول وبفوت نخلي بالنا ما نتلخبطش. عندي هنا حلقتين صغيرين كده ماليش دعوه بيهم خالص، بدخل في الحلقتين دول اللي هم بتوع الغرزه اللي قبلها شبه حرف الفي، وبسحب تكون معايا حلقتين، بسحب من اول حلقه تكون معايا حلقتين، بسحب من الحلقتين. تمام. لو قلبت كده هلاقي شبه السلسله. معايا لفه على الابره وهنا عندي حلقتين على الخيط اللي انا سحبت منهم اللفه دي. لو قلبت بلاقي حرف في تحت صغير كده ماليش دعوه بيه، بدخل في حرف الفي اللي تحت اللي قبل منه هنا كده. بسحب من اول حلقه يتكون معايا حلقتين، بسحب من الحلقتين. هكرر بقى لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. خلاص كده المقاس ده مناسب. هنشوف برضو كام سنتي عشان لو حابين تزودوا او تقللوا. مقاس الجزء اللي انا اشتغلته ده 38 سنتي. لو حابين تقللوا المقاس بتقللوا، لو حابين تزودوا بتزودوا. بعد كده هروح على الجنب التاني من الشنطة وهبدأ اقفل الجنب التاني بغرزة الحشو بنفس الطريقة، كل غرزتين مع بعض من تحت حرف الفي.
وصلت هنا اخر غرزتين بشتغل فيهم اخر غرزة حشو. هيبقى الشكل كده. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل برضو غرز حشو على غرز الحشو اللي انا اشتغلتها وعلى ايد الشنطة. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. بدخل مع غرزة الحشو في نفس المكان وبشتغل غرز حشو في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة الحشو بتاعة التقفيل، كل غرزتين مع بعض تحت حرف الفي، وبريح ايدي في الخيط شوية كده عشان بتبقى طويلة. هيبقى شكلها كده، بتبقى طويلة شوية زي غرزة الحشو العميقة. كده انا اشتغلت غرز حشو عميقة على الجنب بتاع الشنطة. وصلت عند الجزء بتاع الايد هشتغل عليه برضو بنفس الطريقة، بلف الخيط كده عليه وبشتغل وبريح ايدي ما بشدش الخيط. ده شكل ايد الشنطة بعد ما اشتغلت عليها غرز حشو. وصلت هنا عند الجنب التاني هشتغل بنفس الطريقة غرز حشو عميقة مع غرز الحشو اللي انا قفلت بيها في نفس المكان. هعمل كمان غرزة هنا بس عشان بدخل كده في نفس الغرزة في قاع غرزة الحشو اللي انا قفلت بيها معاها في نفس المكان. هيبقى الشكل كده. طبعا لو حابين تقصروا ايد الشنطة عن كده ممكن تقصروا وتقللوا عدد الغرز اللي احنا اشتغلناها. بعد كده هقص الخيط وبسحبه من اخر غرزة وبدخل طرف الخيط جوه الشنطة وبنضفه بإبرة التنظيف. كده خلصنا الشنطة بتاعتنا، شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين وطريقتها كمان سهلة جدا. لو حابين تحطوا لوجو هنا، ولو حابين كمان تحطوا قصاقيس من الخيط تزينوا بيها الشنطة.
بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.